اللي في بينه وبين الله جفوه، كيف بده يروح على ربه؟ تارك الصلاة يا جماعة، تارك الصلاة كيف بدي اقابل ربه؟ والله فرض واحد بتتركه عامد متعمد وانت مش تايب، انا ما بيأسك. ها تركت فروض، مش فرض، فروض تركت وتبت الى الله توبة نصوحة، والله ان شاء الله لغير الله يرحمك ويبدلك يوم حسنات. اما روحت على الله وانت مصر، يا ويلك من الله. طب شو بعرفني وقتاش بدي اموت؟ ها شو بعرفني؟ معناته شو بدها؟ التوبة عجل فيها، عجل فيها. والله يا اخواني طلع 93 مليون ميل بعيدة عنا، الان الشمس يوم من الايام ميل واحد بعيدة عن الخلائق. اللهم اعنا على هداك اليوم يا الله. طلع ميل واحد، ضرب الحديث بيقول والله لا ادري ميل المسافة ولا ميل المكحلة، والله لا ادري. طيب وين بدنا نلعي في هداك اليوم، في يوم المقدار 50,000 سنة؟ وين بدنا نلعي؟ والله ما إلا لغير رحمتك، بس رحمتك مع مين؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا أكرم الأكرمين. أنت حبيبنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أدخلها في قلوبنا، اللهم أدخلها في قلوبنا، وفقنا للجهد. شو جهد ايش يا جماعة؟ شو بتحكي يا شيخ؟ هذا أقرع عمرنا ما مشطناه. والله يا اخواني اللي ما بيعرف هذا الاشي ما ذاق طعم الايمان، والله ما ذاق السعادة، والله ما ذاق الراحة، والله ما ذاق الطمأنينة. شو الجهد يا جماعة؟ جهد تحصيل الايمان. يوم يوم ايمانك يزيد، يوم يوم تسمع دين، يوم يوم تتكلم دين، يوم يوم تقعد مع اهل الدين، يوم يوم تتوجه الى الله، انه الله سبحانه وتعالى يعطيك نور في قلبك. بقول لك اللي اللي يومه زي امبارح هذا مخبون، اللي يومه زي امبارح هذا مضحوك عليه. ها شو نعمل؟ قال الا يكون زيادة ايمان. ليش الانسان يا اخواني بيترك عن الصلاة بعض مرات؟ ليش بتعل من القرآن بعض مرات؟ ليش بتعل يعطي الناس حقهم بعض مرات؟ ليش بتعل يطيع والديه بعض مرات؟ ليش بتقل كان يشوف منظر حرام ما يزيحوش عنه؟ ليش عشاء المعصية؟ انا بقولكوا ليش؟ لانه تدخل حب المعصية في قلبه، صار يعشق المعصية. اللهم اجعلنا نعشق الطاعة يا الله، اللهم اجعلنا نعشق صلاة الفجر في جماعة، نعشق قيام الليل، نعشق حسن الخلق، نعشق مدح الله، تمجيد الله. ليش بنتعل من مدح الله؟ ليش بنتعل؟ ليش بتتقل علينا صلاة الفجر؟ ليش بيتقل علينا قيام الليل؟ ليش بيتقل علينا الإحسان للجار؟ ليش بيتقل علينا قراءة القرآن؟ ليش بيتقل علينا حلقات التعليم نجلس فيها؟ هذه يا جماعة رسائل من الجنة الله بيعطيك إياها، والله لا رسالة. فيا إخواني في يوم المقدار 50,000 سنة أنا إمام عادل. اللهم ارزقنا العدل مع أولادنا، ارزقنا العدل مع نسائنا، ارزقنا العدل مع أجراتنا، مع معلمينا، مع كل الناس ارزقنا العدل، نعدل يا رب. ومع عمر بن الخطاب أنوه، منو مع عمر بن الخطاب لأنه عدل، حاكم عادل. مع صلاح الدين أنوه، شاب نشأ في عبادة الله. كلكم شباب ما شاء الله، وأنا إن شاء الله بنكون شباب كليتنا، كلكم شباب. الله ينشئكم في طاعة الله، في صلاة الجماعة، في القرآن، في مدح الله، في تمجيد الله، في الدعاء، في الذكر، في الزيارات. هذا نشأ في عبادة الله. والثالث أنا هو يا جماعة، والله قولوا يا جماعة يا رب لو تجعل فينا صفة واحدة، لو صفة واحدة. شهيد ثالثة، رجل قلبه معلق في المساجد، ناب السدة وهو يؤذن الأذان، وهو يؤذن الأذان قبل ما يؤذن الأذان بكون في المسجد. هذا الصحيح، هذا اللي الله سبحانه وتعالى بده يعدي عن الصلاة كالبرد. والرابع هو رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.
اجتمع على طاعة الله، على الصلاة، على حلقات التعليم، على القرآن، على النصيحة. والخامس شو هو؟ الخامس تصدق بيمينه لا تدري شماله ما أنفقت يمينه. والسادس شو هو؟ ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. اتذكر العبر، اتذكر الصراط، اتذكر في يوم مقداره 50,000 سنة، اتذكر كيف بدي أعدي عن الصراط 3000 عام، كيف بدي أعدي عن الصراط. اتذكر يا جماعة الوقفة أمام الله، اتذكر ذنب من ذنوبه، قال له يا ربي إنك تمحي لي يا الله، سترت علي يا رب في الدنيا، أسر علي في الآخرة. وهو ربنا بيجي يوم القيامة بيقول له تعال يا عبدي، خابر كذا، خابرت انك عصيتني، خابرت انك عملت، خابرت انك سويت، والله يا ربي خابر، دخيلك يا رب. هذا بكون تايب ومؤدب، مش قليل أدب، مش بعباله ربنا، مش بيعمل وبيساوي، مش عباله يوم الآخرة، لا. هذا تذكر وقال يا رب أنا أسلمت لك يا رب، أنا خضعت لك يا رب، أنا تذللت لك، أنا معتدي يا رب، أنا علت فيهم عصيتك. هذا الإنسان بقول له وجهك عليها، وجهك عليها. هذا التايب حبيب الله يا جماعة. التايب سيئاتك حسنات كمان من كرم الله. وأنوس سابع، أنوس سابع، والله كل يوم بتدعيك ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله. قول عنها هيك، اوعى تملي صدرك في الوسخ معاد ما طلعت في المعصية نكتة سودة في القلب، بتتقل عليك طاعة الله، بتصير تحب المعصية، وبصير كلامك بذيء، وبصير تاكل حرام، وبصير تعيق والديك، وبصير تعتدي على جارك، وبصير اخلاقك مع مرتك، مع اولادك، مع اهلك. من ايش؟ من ايش؟ مش من السرطان. السرطان على الجنة، في أصعب من السرطان. شو هو؟ المرض القلبي. المرض القلبي. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيها قلب أشربها بصر، أشربها سمع، أشربها كلام، أشربها عيل، أشربها. إن العين تزني وزناها النظر، والسمع يزني وزناه الاستماع، والبصر يزني وزناه النظر، والفكر يزني وزنها الفكر، والإيد تزني وزناها البطش، والإجر تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اللهم احفظنا يا الله، اللهم احفظنا. اوعى تدخل المحبة المعصية في قلبك يا عبد الله. من حد شو تقول؟ سلمت يا رب، يا رب. ها طلع بيغلط مع واحد، شو بقول له يا حماده؟ التوبة والله عمري ما بعيدها، مشان الله سامحني. قول لربك هيك، قول لربك هيك، والله عمري ما بعيد. ها انا وقعت يا اخي، والله جهلت، والله ما هو عن علم، انا خالفتك، والله عن جهل، والله عن قلة فهم. الشيطان ضحك علي يا رب، الشيطان ضحك علي. اتذكر معصيتك، اتذكر وقول له هيك، والله ربك اكرم الاكرمين، والله ارحم الراحمين. طلع ولا حدا بيبقى يحب لك الخير وتصير احسن منه الا نوح. امك وابوك، امك وابوك بيحبوا تكون احسن منهم. اخوك لا، اخوك لا، اي واحد لا، بس امك وابوك بيحبوا يصير تكون احسن منهم. والله ما هم ارحم من الله عليك اللي خلقك، والله ما هو ارحم من ربك. توب الى الله يا عبد الله، قول له هيك. الولد صغير، اعطيني شيكل يما، روح اعطيني شيكل يما، روح. بعديها بصير يتفعفر في التراب ويقولها بدي شيكل، بتقول له يما مزعت قلبي، بدال الشيكل خذ 10. والله ما هي ارحم من اللي خلقك. اللهم لا تجعل فينا عاصي، ولا تجعل فينا مخالف لامرك، لا تجعل فينا عاق لوالديه يا رب. مصيبه. اللهم لا تجعل فينا قاطع للرحم، مصيبه. اللهم لا تجعل فينا ديوث لا يغار على عرضه ولا يعلم اهل الدين، مصيبه. اللهم لا تجعل فينا مدمن خمر، ولا مدمن دخان، ولا مدمن معصيه. اللهم عين اهل البلاوي على بلاويها، اللهم عين اللي بيدخنوا يتوبوا الى الله،
الله يعين اللي بيعصوك يتوبوا الى الله. الله يعين قاطع الرحم يتوب الى الله. اللهم عين اللي تارك المساجد يتوب الى الله. الله يعين اللي تارك القرآن يتوب الى الله. الله يعين اللي مصر على المعصية يترك المعصية ويقول له يا رب أنا عبدك وأنت ربي، أنا الفقير وأنت الغني، أنا الذليل وأنت العزيز. اللهم اشرح صدورنا للتوبة، اللهم نور قلوبنا للتوبة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من بيحبوك حب الجنة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وغائبنا وشاهدنا. اللهم من أحييت منا فحي على الإسلام وعلى الإيمان وعلى القرآن. آمين يا رب العالمين. إخوانا أحبائي، هكذا تم تشييد جثمان المرحوم بإذن الله تعالى الحاج أبو فواز أبو خويدر في هذا اليوم. تم الصلاة على الجثمان في مسجد عثمان بن عفان بقرب مقبرة العائلة في هذا اليوم الموافق 20/5/2024. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعفو والعافية. نسأل الله أن يجعل الموت خير غائب ننتظر، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا من فتنة القبر وعذابه وعذاب جهنم.